انا مرات البواب ضربتني بالقلم قدام العمارة كلها، والسبب البيجوزي. انا متجوزة بقالي اكتر من 13 سنة، عندي 3 ولاد. جوزي من اول ما تقدم لي كان باين ان مستواه المادي هيبقى حلو جدا، حد مجتهد وطموح وبيحب شغله. ابويا اول ما شافه قال لي: يا بنتي انا شايف عنده طموح وعامل حاجات هتأهله انه يبقى كويس جدا. قلت له: يا بابا اللي انت شايفه. قال لي: يعني مش ضروري انك تحبيه، مش مهم انك تتجوزي عن حب. قلت له: يمكن احبه في الخطوبة. اتخطبنا 8 شهور. ما انكرش ان في ال8 شهور كان مشغول طول الوقت، لكن انا حبيته. حبيت فيه اصراره، وحبيت فيه طموحه، وحبيت انه راجل مسؤول. حبيت انه طول الوقت حاسه ان هلاقي حد ارمي عليه الحمل. اتجوزنا وربنا رزقني منه ب3 اولاد. مش هقول ان عيشتنا كانت وردي، لكن كانت احسن من ناس كتير. كنا عايشين مستقرين، هو عارف اللي عليه وانا عارفه اللي عليا، بيعمل اللي انا عايزاه وانا بعمل اللي هو عايزه. حياه جميله جدا، وانا الام اللي واخده بالها من عيالها بمعنى الكلمه. مش شايله مسؤوليه العيال اطلاقا، من مذاكره لدروس لتمارين، انا اللي بعمل كل حاجه. لحد اليوم الاخبر، اليوم اللي ما كانش ليه ملامح، اللي جه فيه بواب ومراته اللي جم عشان يستلموا العمارة. كان قبليهم في بواب لوحده ما كانش بيعمل حاجة، كل الجيران اجتمعوا انه مهمل وملوش لازمة، وان كل ما بنعوزه ما بنلاقهوش. المهم ان هما جم بواب ومراته جداد. طيب هما جم من هنا، وابتدت العمارة كلها تجتمع ان مرات البواب دي ما تنفعناش، ويكتبوا على الجروب: مرات البواب دي مش كويسة. طب انا مش فاهمة في ايه. كل مشكلتهم ان مرات البواب حلوة زيادة وشكلها ملفت للنظر، لحد ما كلهم اجمعوا ان مرات البواب دي مش هتمسح لهم العمارة تاني، لان شكلها حلو قوي، ولما بتمسح العمارة بتبقى شكلها يعني مثير، وهم خايفين على رجالتهم. انا الوحيدة اللي كنت بدافع عن مرات البواب. انا الوحيده اللي كنت بقول لهم: ايه يا جماعه، حرام عليكم، انتوا عايزين ليه تقطعوا عيش الناس شغاله كويس، ومن ساعه ما جم ما شفناش منهم حاجه وحشه. يقولوا: لا احنا بنسمع خناقاتها هي وجوزها كتير. اقول لهم: دي حاجه تخصهم هم، انتوا مالكم. وفضلت احارب واقول محدش يحارب حد في لقمه عيشه. طبعا الحياه غصب عني بتلهيني وبتلهي جوزي، هو في شغله وانا مع الولاد. لكن ابتديت الاحظ ان جوزي متغير، وجوزي بيدافع هو كمان باستماتة عن البواب ومراته. وجوزي بيتأخر جدا، يعني اشوفه مثلا ركن العربية وفي تلت ساعة فرق بين انه يطلع. ما بقتش فاهمة هو بيعمل ايه، ولما اسأله: انت كنت فين؟ يقولي: كنت واقف مع البواب. وانا ابقى عارفة ان البواب انا كنت شايفاه من شوية ماشي، معرفش رجع ولا مرجعش، وما ظنش في السوق، واقول يمكن كان واقف معاه في حاجه. يقول لي: لا اصل انا كنت بطلب منه حاجه معينه، بطلب منه يعمل لي حاجه في العربيه. اقول يمكن. طريقته كانت غريبه، كل شويه بتلكك عشان يطلب طلب معين، يضرب الانتركم، ترد مرات البواب يقول لها: اطلعي لي انا عايزك تعملي كده، اطلعي خدي المكوه. انا ببقى مستغربه، بس مش في دماغي اي حاجه. جوزي راجل محترم وابن ناس وستايل، وكل الناس عارفه ان هو مقضيا مرتاح، عربيته حاجه حلوه جدا، عارفين ان انا مراته، وانا مش في دماغي اي حاجه اطلاقا. حقيقي عمري ما شكيت ان جوزي هيبص لمرات البواب. اتاري جوزي اعجب بيها فعليا، وبقت لافته نظره جدا، وابتدى يلمح لها. ومنكرش او ما ينفعش انكر ان هي كمان كانت مبسوطة. هي عارفة انها حلوة، وعارفة ان كل ستات العمارة بتغير منها، وعارفة ان الستات اصلا بيتكلموا على جمالها الملفت للنظر، ومستقطرينها جدا على البواب او حارس العقار، وبيقولوا هي ازاي اتجوزته وجابها منين دي. وهي كانت ست بسيطة جاية من البلد، لكن ربنا كان مديها شكل حلو.
المهم ان هي كمان بقت كل طلب يطلبه جوزي بتجري هي اللي تلبيه، وبتجري هي تعمله، وبيقفوا يتكلموا مع بعض لحد ما جوزها اللي هو حارس العقار لاحظ وحس ان في حاجة غريبة. اتخانق معاها في مرة وصوتهم كالعادة كان عالي لانهم بيتخانقوا كتير جدا. اتاري جوزي راح اتكلم معاه وقال له والله انا بعرض عليك عرض وانت حر. جوزها عرض على الراجل اللي متجوز البوابة ان لو انت مش عايزها وفي خلافات بينكم انا ممكن اديك 1,000,000 جنيه وتسيب مراتك. طبعا كلام تحسوه غريب وما يستوعبوش عقل، لكن الست بتقولي كل ده انا مش عارفة اي حاجة. والراجل الحقير وافق انه يطلق مراته، وحجته ان هي طول عمرها مش راضية بالعيشة، وانها طول عمرها مطلعة صوته بره، وانها طول عمرها مش راضية بعيشته ولا شايفاه اساسا انه مالي عينها. 1,000,000 جنيه زغلله عينيه وقال له انا كده كده مش عايزها وطلقها. المهم انه بعد ما طلقها كل ده انا معرفش حاجة، هو اللي جه قال لي طلقها وخلص الموضوع معاها وقبض الفلوس وخد بعضه ومشي. وفعلا في الفترة الأخيرة مبقاش يظهر، وبقت هي اللي قاعدة ومعاها 4 عيال، بقت هي اللي قاعدة بال4 عيال في الأوضة. وكل ما نسأل عليه تقول ده سافر البلد، كل ما نسأل عليه تقول ده سافر البلد. اتاريه مطلقها ومشي لحد ما جه وطلع لي خبط عليا وقال لي انا عايزك في موضوع يا ست هانم. دخلته لقيته بيقول لي انا طلقت مراتي لان جوزك ومراتي طلعوا عارفين بعض وبيحبوا بعض وماشيين مع بعض، وجوزك عرض عليا كذا كذا. فانا قلت له وانت كإنسان كده عادي قدرت تبيع مراتك عشان الفلوس؟ قال اصل انا مش واثق في اخلاقها وانا معرفش عملت ايه من ورايا، عشان كده هي ما تلزمنيش، وانا بس قلت اقولك عشان تعرفي الحقيقة وعشان خاطر تحطي النقط على الحروف. وهو كان بيعمل كده عشان بس ينكد عليهم وعشان يبوظ لهم الحياة السعيدة اللي هم داخلين عليها. في الفترة دي اتاري جوزي البيه مستني ان عدتها تخلص عشان يتجوزها. انا اول ما قال لي كده الدم فار في عروقي، حسيت ان انا مش قادرة امسك نفسي، خدت بعضي ولبست اي حاجة عندي سريعة ونزلت. قلت لازم الحق الكارثة قبل ما تحصل. نزلت قعدت اخبط بعزم ما فيا، فتحت لي ست الهانم واكتشفت ان جوزي عندها جوه لابس ومتشيك، واتاريه بقاله ساعه موجود عندها في الاوضه وهي بتلم في حاجتها. اول ما شفتها ما بقتش عارفه اعمل ايه، بقيت اصوت واقول له انت اتجننت في عقلك، هي وصلت لكده؟ سبت ستات الارض كلهم وما لقيتش غير دي اللي تتجوزها. كلمه في حدوته لقيتها بتقول لي انت ازاي تتكلمي كده وايه دي اللي تتجوزها؟ طب انا بقى ما كنتش موافقه، لكن بعد اللي انت قلتيه دي انا خلاص بقيت موافقه. اتخانقنا مع بعض، جبتها من شعرها لطشتني بالقلم، العماره كلها اتلمت. واتاري اساسا ان في سكان من العماره كتير كانوا عارفين بالقصه، وانا كنت اخر من يعلم، وعارفين ان البيه جوزي عينه على مرات البواب، وان مرات البواب اتطلقت من جوزها عشان خاطر البيه اللي معاه فلوس ومتريش. ساعتها انا اتجننت وما بقتش عارفه اتصرف وما بقتش عارفه اعمل ايه، والخناقه زادت جدا. ولقيت جوزي بيقول لي انت عامله كل ده ليه وفضحتينا ولميتي علينا الدنيا؟ قلت له انا اللي فضحتك ولميت عليك الدنيا؟ امال اللي انت عايز تعمله ده ايه؟ يوم ما تجيب لي ضره تجيب لي مرات بواب، تجيب لي واحده مرات حارس عقار؟ انت اتجننت في عقلك؟ طب ولادك انت شكلك اتجننت، انت ما بقتش عارف انت بتعمل ايه. لكن هو لقيته بيقول لي بكل وجع قدامها هو انت مش شايفه منظرك؟ هو انت مش شايفه انا مستحمل ايه؟ انا محتاج ست تكون معايا، عملت ايه بيكي يعني يا بنت الناس؟ على فكره دي بنت ناس وكويسه وهي على عيني، وعلى فكره بقى كويس ان انت سهلتيها علينا. اولا الفقر مش عيب، وانا كنت بفكر ولسه بقنعها ان هي تلم حاجتها وتاخد واجيب لها شقه بره، لكن بما انك عرفتي انا اشوف لها شقه في العماره. بتقولي انا ما بقتش قادره
خدت بعضي وبقيت الطم على وشي، والناس كلها عماله تواسيني وناس شمتانه فيا ويقولوا لي مش هي دي اللي كنت بتدافعي عنها، مش دي اللي قلنا انها خطر على العماره كلها وعلى رجاله العماره وانتي قلتي حرام عليكم وبلاش حد يحاربها في اكل عيشها. اهو ده اللي حصل. بقيت هتجنن. دلوقتي هو لسه ما اتجوزهاش ومستني شهور العده بتاعتها تخلص، اللي تقريبا بقالها اسبوعين او شهر بالكتير وهتخلص، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا كان بالنسبه لي اهون ان هو يخوني في الحرام او يمشي معاها، لكن يتجوزها ويوم ما يتقال انه اتجوز عليا يتقال ان اتجوز عليا واحده بالمنظر ده. وكمان ايه، هيتولى الاربع عيال. جوزها خد المليون جنيه ومشي اصلا، هو نسيهم اصلا. هيتولى الاربع عيال، بيوعدها انه هيدخلهم لها احسن المدارس وهينقلهم من المدارس اللي هم فيها. هي بتقول له خلاص انا موافقه، وعايز يجيب لها شقه في نفس العماره اللي كانت فيها بتخدم السكان، هي اللي هتتخدم وهتبقى ست الهانم. انا حاسه ان عقلي هيطير مني. جوزي اتجنن خلاص، جوزي اتجنن. جوزي اكيد مش عاقل، جوزي اللي بيعمله ده اكيد ده مش عقل، وانا مش عارفه اعمل ايه. طب التلات عيال ولادي ذنبهم ايه؟ يعني هو لو انا سبته ولادي انا اللي يتظلموا وولادها يتنصفوا يدخلوا مدارس انترناشونال او مدارس لغات وولادي انا اللي يتضرروا؟ خاصة ان هو اب كويس وبيصرف كويس ومفروض ان هو ما بيخليش ولاده عايزين حاجة. انا في نار، في نار وجحيم. انا كنت ممكن اقبل يمشي مع 10 لكن ما يتجوزش عليا ابدا، ما يتجوزش عليا. خاصة انها انا مش قادره اقولها بس فعلا هي شكلها حلو، ومش هنكر انها احلى مني كمان. لكن انا بنت ناس، انا متربيه، انا متعلمه تعليم عالي، لكن هي مش متعلمه اصلا. انا مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. بعد اقولك انا عارفه ان انتي ممكن تشوفيني مجنونه ومش عارفه اتصرف وامنع المهزله دي ازاي، عشان كده قوليلي اعمل ايه